السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير عليكم جميعا اخواتي في كل مكان، يا رب تكونوا بخير. واحب ابدا كلامي طبعا بصلاة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يا ريت تصلوا على النبي في الكومنتات قبل ما ابدا اي كلام، مش عايزين ننسى الدعاء لاخواتنا في فلسطين، ربنا ينصرهم ويرفع راية الاسلام والمسلمين ورحمة امواتهم وامواتنا اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا زي ما قلت لك في الفيديو اللي فات، مفيش كورة، مفيش مباريات، مفيش مباريات مهمة لكن في ترندات، في تصريحات، في كلام بيخرج، بتيجي انت تتفاجئ من مصدره، تيجي تتفاجئ من احداثه، وهنعرفوا كل حاجه بالتفصيل مع بعض. طبعا امبارح زي ما شفنا القرعه بتاعت الكونفدراليه اللي وقع المصري البورسعيدي مع الزمالك، وقرعه دوري ابطال افريقيا واللي وقعت الاهلي مع شباب بلوزداد و استاد ابيجان والفريق التاني مش متذكره، بس يعني فريق مش غريب عليا، اورنالدو بايرتس. فدول دي مجموعة الاهلي، وهي مجموعة مش بالسهلة قوي عشان في ناس مستسهلة المجموعة، لكن مجموعة مش صعبة. يعني هي ولا سهلة ولا صعبة، لكن مجموعة كويسة، مجموعة يكون فيها لعب شوية. لكن الاهلي في هذه المجموعة او في القرعة ديت ما وقعش معاه سان داونز، ما وقعش معاه الهلال السوداني، ما وقعش معاه الفرق اللي بتوع معاه كل مجموعة، وتبص تلاقي الاهلي وصل من بعدها نهائي. فربنا يستر، ربنا يستر. احنا بنتفائل بوجود الهلال السوداني وسان داونز معانا في المجموعات، بعد كده بناخد البطوله، لكن ما علينا يعني باذن الله خير ايا كان، والاهلي يكون قدها ويصل الى نهائي دوري ابطال افريقيا. لكن المجموعه الاصعب في دوري ابطال افريقيا هي مجموعه سان داونز. مجموعه سان داونز هي مجموعه الموت حرفيا زي ما بيقولوا. ده بالنسبه لدوري ابطال افريقيا. تعال للشق الثاني، وهو بالنسبه للتصريحات. تقول لي تصريحات؟ تصريحات مين؟ متهيألي تقريبا يعني لأول مرة أشوف أمير توفيق على الشاشة بيتكلم ويدلي بتصريحات. يعني أنا متهيألي من ساعة ما شفت أمير توفيق في مديرا للتعاقدات في النادي الأهلي، أول مرة أشوفه متواجد على الشاشة وبيدلي بتصريحات. امبارح بنشوف أمير توفيق امبارح مع إبراهيم فايق بيتكلم وبيقول إن أنا عانيت كتير وأسرتي عانت، وكنت داخل في أزمة بسبب وعانيت مع اسرتي يعني بسبب التشكيك في ذمه الراجل. هيقول لي التشكيك في ذمته ليه يا عم؟ اللي كلمه وبتاع ده القندوسي مش عارف ايه. قال لا ايوه طبعا، لما يشكك ان هو في ذمه الراجل، والراجل ما يعبوش غير كرامته، وكرامه الراجل اللي هي رقم واحد في حياته. فلما تشكك في كرامه الراجل ونزاهه الراجل فدي حاجه كبيره، فدي كانت حاجه هتاثر على الراجل يعني في حياته الشخصيه، فليه حق الرد. لكن موضوع القندوسي بيقول لك ان هو هيرسل بلاغ وهيقدم هيرفع عليه قضيه ويقدم بلاغ للنائب العام بسبب ما حدث في الفتره الاخيره، او بسبب اتهامه ببعض التصريحات ان هو، او ببعض الكلام ان هو سبب في ان لازم وكلاء يخشوا من هنا ومن هنا، او تشكيك في ذمته يعني. تمام، ده موضوع القندوسي وامير توفيق. موضوع دونجا، وخلينا نتكلمه كده بالراحه وبالعقل، عشان انا عارف ان في ناس زملكاويه هتطلع تقول لي ايوه يا عم طبل لي طبل، ما انت عشان اهلاوي بتطلع تقول الكلام ده. انا ولا اهلاوي ولا زملكاوي، ولا هطلع اقول لك اللي يريحك ولا هطلع اقول لك اللي يريحه. انا بتكلم اللي ما يرضي الله يعني اللي انت هتستنتجه، وعارف ان اللي انا هقوله ده صح، بس انت عايز تسمع كلام غير كده. انا اهلاوي يعني من النخاع، والناس كلها عارفه الكلام دوت، وان انا بتكلم عن الاهلي هو ده الاهم بالنسبه لي. لكن في تصريحات لازم الواحد بيرد عليها، ده عادي، وما بغلطش في حد وما بسيش لحد، والناس عارفه كلها الكلام ده. بتكلم بكل احترام، وكلام بتاع كمان. تعالى بص في الكومنتات، في ناس ساعات بتخش تسيء وانا بطلع ارد عليها بكل ادب وبكل احترام، بس برضه بطلع ارد عليه ليه حق الرد. زي ما انت شايف نفسك ان انت اور قوي لازم ارد عليك، لكن ما علينا. وفي ناس محترمه بتطلع تتكلم برضه ومش عاجباها رايي، وبطلع ارد عليها برضه بكل احترام وادب. نتكلم في موضوع دونجا. امير توفيق دونجا كان طالع مع ابراهيم فايق، وامبارح قال دونجا قال معاك تصريحات، قال له فعلا ده قالها معايا انا. قال له ان امير توفيق كلمني وقال لي واحد اتنين تلاته، وانا قلت له ان الكلام مش معايا، الكلام مع اداره بيراميدز، وما وافقتش، ولما جالي الزمالك وافقت على طول. تمام.
ده كلام دونجا مع ابراهيم فايق. قال له صح، ده حصل، اتكلم معايا وبتاع. امير توفيق قال لك انا ما اتكلمتش مع دونجا اساسا. امير توفيق قال لك ان دونجا كان بيخلي حد ما يكلمه ويتواصل معاه، يقول لي امير توفيق كلم دونجا، كلم دونجا، كلم دونجا. وفي الاخر وافق 3 4 مرات تقريبا، وفي الاخر وافق وكلمه وقال له انا عايز اكون متواجد، عايز اعمل 1 2 3. قال له والله هنشوف الاداره وهنشوف لجنه التعاقدات في النادي الاهلي والناس، ونشوف الدنيا هل هم هيوافقوا ولا لا. قال له خلاص مفيش مشكله. ورجع للجنه التخطيط وكده، ولجنه التخطيط ما وافقتش، لان كان عندهم ساعتها كسره في نص الملعب، كان ديانج وحمدي فتحي وعمرو السوليه. فقال لك لا مش موافقين ومش محتاجينك. في الاخر سيبناه. ما اتكلمناش معاه، وانا قلت للراجل اللي كان هو بيكلمه كل شويه، اقول له ان هو مش محتاجين، ان هو مش عايزينه يكون متواجد في الفريق، مع كل احترامي لدونجا ولشخصه ولكل حاجه. لكن انا بقول التصريحات اللي هو قالها برد عليه. ناس هتطلع تقول لي طب ايه اللي خلاك تصدق امير توفيق؟ يعني ما هو دونجا اكيد بيقول الحق. دونجا بيقول الحق. طب تعالى بالراحه كده. دونجا ليه فيديو بيقول فيه لما كان في بيراميدز اي حد يتمنى يكون موجود في النادي الاهلي، وابويا اهلاوي وابويا اهلاوي جدا جدا جدا، ربنا يرحمه وربنا يرحم امواتنا جميعا طبعا. وابويا اهلاوي. ده معناه ايه؟ وليه في فيديو تاني بعد ما كان موجود في الزمالك، انا ابويا زملكاوي جدا جدا جدا، الله يرحم ابوه ويسكنه فسيح جناته يا رب. ده كلام متناقض. رد عليا انت بقى وقول لي ده معناه ايه. امير توفيق انا بقول لك تقريبا ما شفتوش على شاشه قبل كده، غير دي اول مره مع ابراهيم فايق. لكن ده قال تصريحات وقال وعاد وبتاع، وقال لك ابويا اهلاوي ابا عن جد، وانا وبعد كده طلع في لما كان في الزمالك قال لك ده انا ابويا زملكاوي جدا جدا جدا. انهي التصريحات المتضاربه، وانهي التصريحات الراجل اللي بيطلع يتكلم كتير وبيطلع يبلبل كتير وغلطاته كتير. انا سايب لكم الحكم، فانا مش هتكلم كتير عشان الناس بتزعل. انا سايب لكم انتوا الحكم. تمام. الحاجه الاخيره، مباراه تاريخيه بين الاهلي والعين الاماراتي بعد موافقه الامن على السعه الكامله لجماهير النادي الاهلي في البطوله الانتر كونتيننتال، واللي هيتم تسلم فيها الكأس للفائز. كأس ايه بقى؟ بطل افريقيا واسيا والمحيط الهادي، بطل نصف العالم، اللي هيتسلم فيها كأس بطل نصف العالم. والاهلي يجهز لمباراة تاريخية، مباراة تاريخية نحن ننتظرها على احر من القبر. سلام.